5 الصبح ورمضان وصايم. اريد اوضح الموضوع انه هو موضوع مو اثار جدل بس، ما حد ما حاكى عليه، ما ادري يعني ليش ما حكوا عليه، ما ادري. اللي هو يعني راح اضرب لكم مثال، هذا المثال راح يدخل بصلب الموضوع، اللي هو شنو مثلا؟ ناخذ مثال بنيتين، هاي بنيتي، هاي بنيه وهاي بنيه. هاي البنيه طبيعه علاقتها تنشر صورها، تنشر صورها يعني وتتفاعل وتدور تعليقات ولايكات. هاي البنيه حسابها خاص ب 50 متابع، ما تحب تنشر صورها بس تتابع بيجات ومسلسلات. هاي البنيه تنشر صورها، نشرت كم صوره وطبوا لها يعني فيش تقريبا في 10 شباب 15 حلوه تخبلين ممكن نرتبط، بس جاوب رد ابوس ايدك ابوس رجلك. هاي راحت لهاي قالت لها تشوف اليوم دول شلون طبوا لي وقالوا لي، والنثيره تنحبت حياتي. بس هاي من شافت هاي قالت لها هيك، رجعت البيت وفكرت في الموضوع، قالت هسه بيش احسن من الجقمه معطوب، ناشرتي كم صوره طبوا هذول الشباب اللي يخبلون وتخبلين وتموتين ونرتبط، كانها بخناطق لي كم صوره وانشرها. طبعا هذا الشيء راح يصير غصب عليه لان هي ما تحب هذا الشيء، بس مجرد الغيره غارت منها، طقت كم صوره نشرتهن وجابت لايكات ومتابعات وارتبطت بواحد ضحك عليها ونزلت له صورها وبالاخير شاف احلى من يمها ودفرها وعافها. هنا راح نجيب الموضوع، هنا راح تمشي وحيده فريده وتظل تنشر بس حزين ويطبون هذول يعني البقيه كانوا يزحفوا لها ويقول لها ها ايش بيك مكسور دي ما تحب السوالف. هنا راح نحكي بالموضوع، ليش يعني ليش تصرفتي تصرف يعني كنت بغنى عنه؟ ليش دخلت بشغلات يعني ما كنت اصلا تتصورين على تفكرين تدخلين فيها؟ يعني فنصيحه يعني لا تحاولين تدخلين بشيء انت مو قدي. فانا ما احب اتدخل، انا من ما اتدخل يعني ما عليه انه هاي تنشر صوره هاي ما تنشر صوره، بتجاهش عن طبيعه علاقاتهم يعني مثلا. فانت اذا شفتي هاي حياتك وحابه هاي حياتك لا تحاولين تعيشين حياتك والله على ابو بس اريد يعني اعجب الناس واوصل عندي متابعين، او على ابو اساوي وياها، او على ابو ما تشوفني اقل منها لان هي عندها ناس وشباب ومتابعين. عيشي حياتك الطبيعيه والصرف على طبيعتك يعني. اذا انت كنت تحبين هذا الشيء سوي، اذا كنت ما تحبين سوي، لا تنجبرين على عيشه تبغين عنها. مجرد ان تعجبين صديقاتك وان تروحين لازم تليفون تشوفوا من طبلوا وشوفوا من قلي وسكريناتك مشتغله. ان هاي ملفات صدقيني ما راح تاثر عليك بالكبر، هاي كلها ملفات يعني تعتبر من انت صغيره الى راح تكبر. خاف انت مراهقه وعقلك ما كامل، يعني عمرك العقلي بعد ما كامل اقصد، وما تفكرين بهاي الشغلات، بالعكس باش وراك كليه او وراك خطوبه وراك زواج وراك كبر وراك يعني ناس. لا تكبرين وانت عندك ملفات هي سابقه تعبانه. ماكو انسان ما عنده ماضي، بس يعني للانظر دين نظيفه تكبرين نظيفه احسن ما تكبرين ضاحك عليك واحد حيلك ما يسواله فلس شاب دايح قال لك احب صدقت بيه والله على ابو شاف صورتك حلوه وهاي السوالف. فدائما يعني قدس روحك وخلي عزين نفسك، واتمنى تفكرون بهذا الشيء يعني